جون إدوارد السادس عشر. كلام كتير في الإعلام عن مين هو جون إدوارد السادس عشر، والحقيقة الكلام جاي من وسط الزملكاوية نفسهم، يعني اللي بيقولك إن هو أهلاوي وفي حالة انقلاب كبيرة. الكابتن حلمي طولان بيعترض، الكابتن طارق يحيى بيعترض. هم من نفسهم دلوقتي عمالين يتخانقوا لأن في حد ما في مكان ما قرر وقال ارمي بقى الرابش ده على جنب، واحنا هندي النادي الواحد هو اللي يتحكم وهو اللي يحكم. لدرجة ان الراجل مشى عمال غرفة خلع الملابس لان هو عارف ان في تسريبات بتحصل من اوضة اللبس عن طريق العمال دول. انا اهلاوي، اخاف ولا ما اخافش؟ طبعا اخاف ان المنافس بتاعي اللي هو لما بيبقى واقع بيشنع عليا وبيدلس عليا وبيعمل ابطال من ورق. لك ان تتخيل ان الزمالك كفرقه فاضيه السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان مطلع زيزو السما، وكان عامله بالونه كبيره. مش ان زيزو وحش، لكن عامله بالونه كبيره، والراجل اتفرض على المنتخب لدرجه ان هو كان حرفيا قفا محمد صلاح في المنتخب. ومش عايز اقول حاجه تانية، ولعب على حساب ناس تانية كتير. لعب على حساب امام عاشور، لعب على حساب حسين الشحات اللي اتظلم، حسين الشحات اللي كان مكسر الدنيا قدام النهائي في الوداد وفي البطولة دي تحديدا. ورغم ذلك ما اتخدش منتخب، بسبب كابتن ايمن عبد العزيز. تخيل بقى الراجل ده عمال يجيب لعيبه صغيره زي محمود صابر وبيقولوا زلاكه، وعايز يعمل لهم معسكر مغلق في استاد الكليه الحربيه، هو المتحكم في كل شيء. هما طبعا التانيين بيقولوا بياخد نسبة وفي شركة كورة، واللي بيتقال ان الزمالك اتباع كده كده لرجل الاعمال محمود الجمال ومجموعة من المستثمرين الزملكاوية. انا ايه اللي يهمني في الموضوع ده؟ اللي يهمني في الموضوع ده اللي هما بيعملوه مع الاهلي طول الوقت، اللي هو يقعد يلهيك واللي فيه يجيبه فيك ويقول انت يا اهلي بتجيب فلوسك منين؟ اه يا اهلي انت بتجيب فلوسك منين؟ ويقعد يقول لك العرجاني وشجر الزيتون. ماشي، هنتكلم على الموضوع ده كمان شوية. بس في ناس بيبقوا مقربين من دوائر الحكم جوه نادي الزمالك وبيبقوا فاهمين، وهو يقدر يقول لك. نشوف كده مثلا استاذ احمد الخضري. استاذ احمد الخضري انا بحترمه الصراحه بسبب برنامج اهلاوي وزملكاوي، وهو مع الاستاذ القوسي اتنين اهلاويه بيقعدوا ينكشوا في بعض. الاستاذ القوسي بيحاول يحتويه لما يغضب زي ما احنا بنعمل مع معظم اصحابنا الزملكاويه، لكن في النص بيطلع درر. نشوف قال ايه. طبعا انا دورت ودعبست، مش هسكت، يعني لازم اعرف مين اللي ورا جون سينا، مين اللي ورا جون ادوارد، مين اللي بيحمي الراجل ده. بص يا جماعه، هي مجموعه رجال الاعمال، مجموعه رجال الاعمال برئاسه الاستاذ الجمال الزملكاوي الكبير. قال لك الفرصه بعد الاخيره للزمالك. هم اجتمعوا واتفقوا على شويه حاجات، قال لك عايزين نتعامل مع شخص واحد. طب مين الشخص ده في مجلس الاداره؟ ملقوش، وخصوصا ان الكابتن حسين لبيب كل شويه يقول لك انا ماشي انا قاعد انا ماشي انا قاعد، فقال لك احنا عايزين شخص واحد، واحد نتعامل معاه، وبين قوسين كده الشخص ده ما يكونش ميدو. يعني الزمالك معاه فلوس تاني، يعني انت في من مستثمرين بيدعموك. يعني المشكله ان انت فاشل، انت اللي فاشل اداريا، وبتحاول طول الوقت زي ما قال كابتن حسن شحاته مع استاذ ابراهيم عيسى قبل كده انك تلوم على المؤامره عشان تغطي على فشل مجالس الادارات. ومفيش احسن من بعبع الاهلي والعفريت الاهلاوي اللي بيتآمر عليك طول الوقت. الحقيقه احنا تعبنا مع الناس دي والله يعني. واللي انا ناعي همه ان لما الزمالك هيقف شويه على رجله زي ما قلت من شويه وزي ما قلت في فيديوهات كتير، هيعمل فيك ايه؟ خصوصا ان هم اتمكنوا من الاعلام، واتمكنوا من الاعلام عن عمد بقى او بالصدفه، وهم جروا بعض. يعني واحد يدخل ويجر اللي وراه، واحد يدخل ويجر اللي وراه، ودايما طول ما انت متالق يفرض عليك سياسه التوازن، لحد ما وصلنا لجون ادوارد اللي بيقولوا عليه اهلاوي. جون ادوارد الحقيقه هو راجل ناجح، هو اللي جاب للاهلي معلول، هو اللي جاب للاهلي اجاييه، ازارو، اتعامل مع الاهلي كتير. هو من الناس اللي اسست شركه فاركو، نادي فاركو للكوره. هو من الناس اللي اسست بيراميدز، وهو من الناس اللي ساهمت ان هم يجيبوا اللعيبه الجامده قوي اللي جابوها في الاول. فهو راجل بيعرف يجيب لعيبه، راجل بيفهم. تقريبا هو اللي مشى شيكابالا. و في نص ده هل انا خايف؟ لا، هقول لك في اخر الفيديو بقى.
خليك معايا للاخر وهقول لك انا ايه اللي مطمني في الموضوع ده. دلوقتي نروح لاستاذ او كابتن تامر عبد الحميد. كابتن تامر عبد الحميد هو راجل متدين ومخلص وبيتكلم كل يوم وناس كتير بتسمعه من قلب مجلس اداره الزمالك. والراجل ده كان هاجم المستشار مرتضى منصور وكان في الاول داعم لمجلس اداره الزمالك ده، لكن دلوقتي قلب عليهم لان هو الراجل شايف ان لو الزمالك اتباع زيه زي كتير من الاهلاويه. الكابتن محمود الخطيب حذر من بيع النادي الاهلي وقال ان النادي الاهلي مش من البيع، ان ده هيضيع هويه نادي الزمالك، وان ممكن يجي مستثمر ايا كان بقى مصري ولا اجنبي يتحكم في النادي ويبيع على مزاجه. اصل المستثمر ده في الاخر عايز يكسب. نادي الزمالك اتوفرت له ارض 6 اكتوبر، هل زي ما الاهلي جاب اراضي الفروع التانية؟ يعني هل مثلا الاهلي راح اشترى الارض او حتى لو جابها باسعار رمزيه وفعلا وفى الشروط وبنى على الارض وعمل فرع واثنين وثلاثه، حتى لو الاهلي كان بياخد قروض عشان يبني بيها الفروع دي كان بيسدها؟ هنشوف استاذ او كابتن تامر عبد الحميد قال ايه، وده مهم جدا. ده انا بقول لك ده مطبخ كنت انا موجود فيه، وقرارات كنت انا احد صناع تلك القرارات. اللي بيكلم حضرتك دلوقتي بيكلمك عن علم ومعلومة وليس عن استنتاج، لان اللي بيكلم حضرتك دلوقتي كان موجود جوه الكيان كواحد من صناع القرارات. فانا عارف بقول لحضرتك ايه، وعارف ايه المعلومه الصح. الزمالك ماديا مش فقير. المدخلات والفلوس اللي دخلت لمجلس اداره الزمالك الحالي ما دخلتش لمجلس اداره في تاريخ الزمالك من 1911 لغايه النهارده قد الفلوس دي. الدوله المصريه وقفت جنب مجلس اداره الزمالك الحالي بكل قوه عشان توقفوا على رجليه، مش عشان خاطر عيونهم، عشان خاطر جمهور نادي الزمالك، وعملت قرارات استثنائيه تاريخيه لصالح نادي الزمالك. وفي رجال اعمال وفي اجهزه سياديه عايزين اكتر من كده وضوح وصراحه. عايزين اكتر من كده وضوح وصراحه. في رجال اعمال وفي اجهزه سياديه بمشروعات بتقف وتساند انت طول الوقت بتقول الاهلي نادي الدوله، طول الوقت بتقعد تتهمني ان انا النادي اللي بيتوفر له كل حاجه. لا يا باشا، انت اللي طول الوقت بيتوفر لك كل حاجه من زمان، من زمان قوي. وانت اللي طول الوقت اللي معاك فلوس. انت عملت فريق الاحلام رغم انك ما كانش لسه اياميها في رعايات واعلانات زي ما هو موجود دلوقتي. عندك البوتيكات بتدخلك ملايين. الاهلي كان بيعتمد على ايراد المجله والعضويات وعلى الجماهير وايرادات المباريات، وبعد كده دخل البث التلفزيوني اللي كان على بيحاولوا يعملوا توازن ما بين الاهلي والزمالك رغم فرق الشعبيه الكبير بين الاهلي والزمالك. واول ما اتفتح موضوع الرعايات والاستثمار بقياده حسن حمدي اللي هو خدم الانديه كلها، والاهلي زي ما نشرت قبل كده في فيديو سابق ان الاستاذ كمال درويش قال ان الاهرام ما ظلمتش الزمالك، وان الزمالك اخد اكتر من حقه واخد اكتر من الاهلي في بعض الاحيان، وان الزمالك هو اللي صمم يرتبط بالاهرام زي ما قال الباشمهندس خالد عبد العزيز في لايف انا سمعته له شخصيا كان على الكلاب هاوس. قال ان الزمالك كان مصمم ان هو عايز ياخد نفس الفلوس من الاهرام وما رضاش يروح لشركات رعايه تانية كانت عارضه عليه فلوس اكتر علشان دايما يثبتوا ان هم مضطهدين وان هم مش متساويين بالاهلي. هو في تكوينهم حته المظلوميه دي، هو في تكوينهم يحب لما ياخد يوتيوب بطوله يقول لك انا خدت البطوله رغم الصعاب. وانا هنا بفكر دايما غير يعني في يوتيوبر كتير بيتكلموا وبيثبتوا ان الاهلي مش نادي الدوله وان الزمالك هو اللي نادي الدوله، وناس كتير شيرت الفيديو اللي اتصور تقريبا في اوائل التسعينات للكابتن الكبير حنفي بسطان احد رموز نادي الزمالك ومن الجيل القديم، وهو بيحكي
على حيدر باشا ازاي كان بيخدم الزمالك. نسمع الفيديو بقى ونرجع لاهم حته عندي. مالك اساسها الفريق المرحوم محمد حيدر باشا، ده الاب الروحي لكل الزملكاويه الى الان، وللاسف مش عاملين له تمثال في النادي، لازم يتعمل له تمثال. كان حيدر باشا اللي هو رئيس نادينا، رئيس النادي، وكان رئيس اتحاد الكوره. كان حيدر باشا بيخبي اللعيبه بقى بتوعنا احنا في سجن ابو زعبل وسجن ترى. لعيبه الزمالك المختلط يا حيدر باشا تخش كده سجن ابو زعبل تلاقي فيه 20 30 لعيب من موسم الاستقالات، وفي ترى تبص تلاقي 20 30 لعيب، وبعدين يجي في موسم الاستقالات يروح لهم الكشف يمضوا في السجن جوه. فحيدر باشا رئيس نادي المختلط، فلما رجعوا من هناك سابنا احنا ناخد الدوري، وبعدين اعتذروا فدخلهم في الكاس. ناس كتير بتحاول تثبت من الكلام ده ان يا جماعه اهو الزمالك هو اللي نادي الدوله مش النادي الاهلي. الزمالك اهو هو اللي كان اللعيبه بتتحبس وفي موسم الانتقالات وتخش السجن الحربي عشان تجبر ان هي تمضي للزمالك. انا مشكلتي مش دي، يعني دي اي حد هيلاحظها. اي حد حتى من الدول العربيه او حتى من الاعلاميين العرب بداوا ياخدوا بالهم من الحاجات دي، وبداوا من تحت لتحت يتريقوا على الزمالك واسلوب الزمالك. انا مشكلتي ان الكابتن حنفي بسطان قال في الفيديو ده ان احنا كان لازم نعمل تمثال لحيدر باشا جوه نادي الزمالك. يعني هو الراجل ما عندوش مشكله، الراجل ما عندوش مشكله ان الراجل ده كان بيحبس اللعيبه وبيجيب اللعيبه للزمالك بالامر المباشر. ان الاهلي في الفتره دي اتظلم وظلم باين، وخصوصا كمان في فتره عبد الحكيم عامر. ان الاهلي اتقصقصت كل جناحاته، والاهلي كان بيبقى تقريبا منتصف جدول، والزمالك خد بطولتين دوري. ورغم ذلك كان بيطلع رئيس نادي الزمالك اللي هو شقيق عبد الحكيم عامر يطلع بيانات لما كانوا بيخسروا الدوري قدام الترسانه ولا المحله، يقول لك احنا اتظلمنا يا جماعه، ان في ظلم على الزمالك. يا ابني انتوا المتحكمين في كل حاجه. هي دي مشكلتي معاهم، ان هم طول الوقت عايزين الظلم يبقى لصالحهم فيبقى هو الحق. العداله عندهم هي ظلم النادي الاهلي، العداله عندهم هي ظلم النادي الاهلي، وان الظلم اللي هم بيعملوه هو حق مكتسب. مش مهم اسب واخوض في الاعراض عادي. فيا ريت يا جماعه نلغي عقوبه الجماهير. ولذلك تسمع السنه دي، لان الزمالك اكتر نادي جمهوره بيسب وبيشتم كل مباراه، ودايما في الاهلي وهتافات ضد عيله صالح سليم، عيله كذا والاهلاويه ولا كذا، سب في وخوض في الاعراض كل مباراه، والمسرحيه هي وشتيمه الحكام والتحكيم، ويبعت رسائل للتحكيم الحكام يهددهم زي ما عملوا مع كلاتنبرج الاجنبي وقالوا عليه بسكليته وفضحونا بره، والاعلام عندنا سكتم بكتم لان هم اتمكنوا منه خلاص، ده عمد بقى او عن غير عمد. فهو مشكلته كلها ان هو عايز الظلم يبقى لصالحه، لان هو متخيل ان انت بتكسب في الظلم، فهو شايف ان هو مش هيكسب الا بالظلم. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ هي دي نقطتي. واكبر دليل على كلامي الاعلان اللي عملوه بتاع نايك فيريرا ده، ولا اسمه استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. الاعلان اللي عملوه، الراجل بيضرب السهم عشان يوقع علم الاهلي، هدفه ان هو يوقع الاهلي مش ان هو يعلي الزمالك. الانتصار بتاعه ان الاهلي يخسر بطوله يبقى فرحان جدا، زي موضوع كاس العالم للانديه. يا حصاله، نفسهم يقولوا كلمه حصاله. يا ابني انا في كاس العالم للانديه، يا ابني نظريا الاهلي لعب احلى كوره من الفرق الافريقيه. الاهلي تعادل مع فريق من اوروبا قيمته التسويقيه 350 مليون دولار. هي دي مشكلتنا معاهم. ولذلك كل خوفي ان لما يتحسنوا شويه، اكيد لازم يتحسنوا شويه بعد الشده والفلوس اللي داخله لهم. وانتوا سمعتوا الناس قالت ايه في الفيديوهات، ان هم يشدوا اسنانهم في محاربه النادي الاهلي اكتر. هو هيعمل لك مشاكل في غرفه اللبس عن طريق الاعلام، ومهيب وحتحوت وابراهيم عبد الجواد ومش عارف امام مقموص من زيزو، وزيزو كان عايز يشوط ضربه الجزاء وتريزيجيه مش متقدر، وكل الحوارات اللي احنا هنعيشها والقصص زي ما عملوا مع كهربا، وزي ما عملوا مش عارف كهربا سب الدين لسيد عبد الحفيظ، والحوارات اللي كانوا بيألفوها دي يعني. واحنا عندنا في الاهلي اللي بيغلط بيتعاقب، يعني الموضوع مش محتاج. هو ده كل خوفي. لازم احنا كاهلاويه نقف ورا الفريق ونثق في فرقتنا ومجلس ادارتنا. ليهم اخطاء، وهعمل فيديو منفصل على اخطاء مجلس الاداره ده وكشف حساب من اول ما مسك كابتن خطيب لحد دلوقتي. لكن نرجع، هل انا جوه اعماقي شايف ان خطوه جون ادوارد دي، وان يجي واحد اجنبي بره الزمالك فاهم عيوب الزمالك ويحاول ان هو يدير
هينجح في الاخر والزمالك هيبقى فعلا منافس شرس هيزاحم الاهلي على البطولات؟ لا. اقول لك ليه. ايه الضمان؟ الضمان الوحيد بالنسبه لي هو الجمهور. كل مجالس ادارات الزمالك اسمعهم كده بقى، اسمع ميدو وهو بيتكلم ايه الفرق بين الاهلي والزمالك وهو بره اداره الزمالك. كلهم عارفين الفرق، كلهم عارفين الاداره، كلهم عارفين طريقه الاهلي، لكن اول ما بيتخشوا جوه النادي الجمهور بيعمل عليهم ضغط بيخليهم كده. يعني تخيل كده مثلا الزمالك يكسب اول 3 4 ماتشات في الدوري ومحمود صابر بقى يتألق وهيبقى طبعا احسن نص ملعب في مصر، وهو اللي هيلعب ممكن على حساب زيزو في نص الملعب او ممكن كمان على حساب امام عاشور، ومحمد شحاته يتألق وزلاكا يتألق ويرقص 1 و2 ولسه فوجي لما يروح لهم عبد القادر ده ليه فيديو برضه تاني لوحده. الناس دي هتقعد تنفخ في الفرقه، هم على طول ينفخوا ويعظموا ويعملوا بالونه بوم تفرقع، تتسرب الثقه للفرقه بتاعتهم وللعيبه بتاعتهم ويحصل الدلع. حتى لو خدوا بطوله هيناموا وراها 10. ولذلك كان استغربت لما مهيب بيقول لي هو الزمالك بقى له قد ايه ما خدش الدوري، فرد عليه بشير التبعي قال 10 سنين ما خدناش الدوري ورغم ذلك احنا بناخد الكاس. هو نسى ان هم خدوا الدوري سنتين ورا بعض من سنتين 3. ليه؟ لان هو مش مركز مع الزمالك، هو مركز مع الاهلي. هو ازاي الاهلي نحتفي بيه وقناه صاحبها اهلاوي يحتفي بيه ويقول للناس كلكم تلبسوا تيشيرت النادي الاهلي؟ لا، لازم شيكابالا يروح ويجيب التيشيرت لابراهيم فايق ويلبسه له ويقول له جمهور الزمالك زعلان منك. وهي دي نظرتهم برضو عن الاعلام، ان يقول لك ان الاعلام اهلاوي. حبيبي الاعلام بيقرا خبر الاهلي فاز ببطوله افريقيا، الاعلام مش اهلاوي، الاعلام بيقول الواقع. كون بقى ان هو يحتفل يوم ولا يومين عادي ده طبيعي لان الاهلي عنده ملايين من الجماهير. انما بص الزمالك لما بياخد بطوله، بص الافوره، بص النفخ الغير عادي، بص الزمالك اللي خد 7 بطولات في خيالهم في سنه واحده، بص السبعه الاكبر من ال9، بص المنطق اللي بيحاولوا يفرضوه علينا. ما تقعش في الفخ، خليك ورا فريقك وافرح. افرح يا جماعه، افرح. وبرضه انت كمان ما تعملش زيهم، ما تقعدش تقول فرقتنا دي فرقه جباره، فرقه فشيخه، عندنا لعيبه في كل المراكز. احنا مش الفرقه دي سنتين، الفرقه دي اخرها سنتين، لان انت عندك بطولات جامده جدا لحد 2029. مش ده القوام اللي هتخش بيه كاس عالم 2029. الترجي والوداد وصن داونز اخدوا 10 12 مليون دولار زيهم زيك وهيدعموا. انت البطوله الجايه ما فيهاش الوداد والرجاء، بس تاثير الفلوس هيبان في البطوله اللي بعديها، فانت لازم تاخد بطوله افريقيا اللي جايه. بطوله افريقيا اللي بعديها واللي بعديها هتبقى اصعب واصعب مع عوده الزمالك، مع قوه بيراميدز. انت هيبقى عندك مشكله. وكمان ما تنساش تحالف بيراميدز والزمالك، اوعى تنسى التحالف ده. وما تنساش ان في ناس جوه البلد ممكن تكون مش حباك. نرجع للبلد بس في اخر كلمه. الضماطي في البودكاست اللي عمله مع شادي حبشي قال الدوله لو الاهلي اتحط في نفس موقف الزمالك هتدعم الاهلي زي ما بتدعم الزمالك، لان هي الدوله عايزه تعمل توازن طول الوقت. وانا ما بلومش على الدوله وراها بلاوي متلتله ومشاكل سياسيه وحدودنا متنيله ب 60 نيله. وانا عشان كده سميت البرنامج كره واخواتها، لان كله ملمس في بعض. لو الاهلي تعرض لنفس اللي بيتعرض له الزمالك، الدوله مش هيبقى قدامها غير ان هي تدعم الاهلي، يمكن حتى بنفس طريقه الزمالك ويمكن اكتر كمان عشان الاهلي شعبيته كبيره. انما الواقع المقروء والملموس وبشهادات وباحداث بنشوفها ان نادي الزمالك بيتم دعمه طول الوقت علشان ما يوقعش. مش دي مشكله بالنسبه لي، المشكله ان هم عندهم من البجاحه ان هو يقعد يستفزك ويقول لك انت نادي الدوله، نادي الدوله. انا نادي الدوله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسيب كومنت، وان شاء الله عشان توصل لكم كل الفيديوهات. وان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية. الايام جايه كتير والاحداث جايه كتير، وكوره في مصر مشاكلها وحوادثها ما بتنتهيش. سلام.